يا صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوين. صباحكم زي الفل، صباحكم هنا ونور وسعد. يا رب دايما يكون في خير وفي أحوال جميلة. ربنا دايما يريح قلوبنا ويروق بالنا ويكفينا شر الناس وشر الوحش. اللهم امين. الشتاء هلت علينا، ربنا يكرمنا بيها كده، تكون شتاء خير وبركة ويكفينا شرها يا رب، اللهم امين. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكمان يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. دعوة من قلبك لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويجبرهم جبرا جميلا، اللهم آمين. زي ما انت شايفة العظمة اللي انت شايفاها دي، والله بكيلو من الدقيق، مش أكتر ولا أقل. مقاديرها هتشوفيها سهلة جدا، ولا بتحتاج خمر ولا بتحتاج أي حاجة. هتعجبك لو شفتيها. قبل بقى ما تدخلي وتتفرجي معايا، حطي اللايك، ولو مش مشتركة يشرفني قوي انك تشرفيني في القناة، ويعني يزيد ليا اخت او اخ اللي متابعني يعني. ربنا يبارك لكم يا رب ويسعدكم، وتكبر القناة بحسكم ان شاء الله. مشتركين ما شاء الله بيزيدوا، وانا فرحانة جدا بالموضوع ده. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في كل حد بيدخل قناة محبتنا في اكلتنا، اللهم امين. ربنا يرزقنا خيرها ويكفينا شرها، اللهم امين. العظمه اللي انت شايفاها دي، والله والله بكيلو دي زي ما قلت لك. هتتفرجي معايا وهنشوف الحاجه القمر دي عملناها ازاي. سهله وبسيطه وما بتحتاجش اي حاجه. القرص دي عامله زي قرص المحلات، والله يمكن احسن كمان. هتعجبك وهتعجب اولادك. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، يلا بينا. شفتي جمال الشتاء؟ ما شاء الله، الجو هوا والشجر بقى ابتدى يترنح يمينا ويسارا، ويعني ما شاء الله الدنيا حلوة. انا بحب جو الشتاء جدا، بفرح بيها، بتبقى بصراحة يعني ايه، اقتصار. يلا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا ان شاء الله. ده كده بعد ما خلصنا ولمينا غسلنا دخلنا بقى نعمل القرص بتاعتنا. انا عجنتها ازاي؟ جبت بداية يعني، عشان ما عجنتهاش معاكي في الكاميرا. بصراحة أنا كنت مصوراها، بس المشهد يعني اللقطتين دول أنا ما لقيتهمش. فهقولك أنا عملت إيه. جبت مقدار كوب مية دافي، وحطيت فيه معلقة من الخميرة، حطيت فيه 3 معالق من اللبن البودر، حطيت فيه مكعب سمنة. كان عندي قالب سمنة، سمنة فرن يعني، والله من رمضان، فاستخدمته. ده اخر حاجه بقى، يعني حرام ان انا ارميه، لان طبعا مش هجيبها تاني لان انا مقاطعه الحاجات دي. فحطيت فيها مكعب من السمنه، ونزلت طبعا ب6 معالق من السكر. دوبت كل اللي انت شايفاه ده، وحطيت كمان معلقه خل. الوصفه والمقادير هتلاقوها بالتفصيل في صندوق الوصف ان شاء الله. قلبت كل اللي انت شايفاه ده لحد الخميره ما حسيتها ان هي يعني نشطه معايا. بعد كده رحت نازله بمقدار كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق يعني عمل معايا بتاع 4 مجات كبار من بتوع الشاي او بتوع العصير. يعني ال4 مجات الكبار، يعني انا عيرتهم بالميزان كيلو. قلبته وبقيت اضيف ميه، حاجه بسيطه بحاجه بسيطه. انا بصراحه ما عجنتش، ما حطيتش فيها غير 3 معالق من لبن البودر بس. عايزه تعجنيها بلبن براحتك، بس انا حطيت في الاول زي ما قلت لك كوب من الميه. وبعد كده ابتديت انزل ميه بسيط بسيط، يعني ما تحطيش سوائل كتير، لحد ما تشوفي هي هتعمل ايه معاكي. فوتك بقى ان انا قبل ما بعد ما حطيت الدقيق حطيت معلقه من الكيك شيف، معلقه بسيطه مساح كده يعني. قلبتها بقى وقعدت اعجن فيها زي ما انت شفتي كده، بعجنها لحد ما تتظبط معايا واحس ان هي عجينتها حلوه. انا عجنتها مقدار 10 دقايق او اكتر كمان، يعني كنت تدخل في 12 دقيقه. ما خمرتهاش، انا سبتها ريحت بتاع 5 دقايق بالظبط، يعني يا دوبك العجينه ريحت ما خمرتش. بعد كده ابتديت في التشكيل. طب انتي مخمرتهاش ليه؟ لان انا في التشكيل هي هتخمر، فلو خمرتها بزياده يعني هتفشول مني وهتشقق ومش هيبقى شكلها حلو. هي وانتي بتقطعيها كده بتاخد معاكي وقت، فبتسيبيها لما يعني ايه بتخمر بعد التشكيل. انا بصراحه سبتها بتاع 10 دقايق بعد التشكيل لما خمرت. لو انت، لان انا المطبخ عندي حر، لو انت المطبخ عندك الدنيا يعني انت هتشوفيها، لو اعرفي خمرها ازاي لما بتلاقيها اتضاعفت معاكي في الصينيه.
ما حطيتش اي ماده دهنيه في الصواني. وبعد كده رصيتها في الصواني زي ما انت شايفه كده، وغطيتها بالاكياس دي. وبعد كده سبتها لما خمرت مقدار 10 دقايق 12 دقيقه براحتك. سخنت الفرن بتاعي جدا، يعني قبلها ب10 دقايق، ورحت حاطه الصواني. بصي انا ما عملتش حاجه، يا دوبك شغلت الشوايه يعني شغلت الصاج من تحت. ما شغلتش الشوايه لان اصلا الشوايه عندي بايظه. شغلت الصاج من تحت على درجة حرارة 180، سبته سخن بتاع 10 دقايق، وبعد كده شغلت المروحة بتوزع الحرارة. دخلتها الفرن، كان الفرن عندي سخن. سبتها بقى لحد ما خدت معايا اللون اللي انت هتشوفيه ده. ما دهنتهاش اي حاجه، وما دهنتش الصواني اي ماده دهنيه. هي سمنتها كل حاجه، في يعني انا اول مره اعجنها بالطريقه دي، بس بصراحه الوصفه عجبتني جدا، وطعمها كمان عجب الولاد. الكيلو خد معايا، لو انت بتحبي السكر مظبوط، خد معايا 6 معالق من السكر. ما تكتريش خميره برضو عشان يعني ايه ما يبقاش طعمها باين. لو عندك فانيليا حطي فانيليا، الفانيليا في المعجنات بتبقى حلوه قوي. بس يا ريتك تحطي فانيليا بودر، ما تحطيش الفانيليا السايله، لان الفانيليا السايله ما بتبقاش يعني بتغير طعم العجين. بصراحه ما جربتهاش، بس كتير نصحني اني بلاش تتعاملي معاها، فانا بصراحه ما بستخدمهاش، اني ما بلاقيهاش اصلا. هنا بقى كانت القرص بتاعتي طلعت، وديكي شايفه الشكل بتاعها عامل ازاي، طريه جدا. بصي انا غطيتها، لان هي لو ما اتغطتش كانت هتنشف. انتي غطيها او رشرشيها كده بحبه ميه بسيط لو عندك بخاخ ولا حاجه. وبعد كده روحي مغطياها لو عندك استرتش او عندك فوطه زي ما انا عملت كده. وبعد كده هتطلعيها، طعمها حلو جدا، شكلها حلو قوي. هي فيها صغير وكبير، لان انا ما وزنتش العجين طبعا، انا شكلت بايدي كده. بس والله يعني حلوة حلوة ومش مكلفة، يعني لا كلفتني دقيق ولا كلفتني أي حاجة ولا عجن بقى هو بتعجنيها بس ما بتخمرش بقى والكلام ده. هو يا دوبك بتريحي العجينة، وبعد كده بتشكليها وبتسيبيها بقى ايه لما يا دوبك تكبر شوية أو الحجم بتاعها يزيد شوية في الصينية. لو كانت عجبتك متنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في أكلتنا. ويا ريت يعني دعوة حلوة، كومنت حلو كده منك هيشجعني وهيخليني استمر. المشاهدين بيزيدوا او المشتركين بيزيدوا، دي حاجة بتفرحني. في ناس كتيرة بتشاهد وما بتظهرش عندي في القناة، بس ان شاء الله انا صابرة ومستنية ان شاء الله عوض ربنا بإذن الله عن القناة اللي فاتت. ان شاء الله انا يعني متبشرة خير، ربنا يكرمنا ويرزقنا. واشوفكم بقى على خير، فيديوهات تاني اجمل واحسن. وما تنسوش بالله عليكم دعوة لاخواتنا في فلسطين في كل وقت، ما تنسوهمش في دعائكم. خليهم دايما خلي لهم دعوة ثابتة في صلاتك بقى، في دعاكي لولادك، في كل حاجة ما تنسيهمش. دي اقل حاجة نقدر نقدمها لهم. اشوفك على خير في فيديوهات تاني، ويا رب تشرفيني، عشان لو شرفتيني انتي هتنوريني، واكون شاكرة وفضلالك قوي لو شرفتيني في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.